ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. حلم ناس كتير حوالين العالم انهم يسافروا امريكا علشان بلد الفرص والرفاهية. في موقع للهجرة العشوائية بيفتح في شهر 10، تقدر تقدم من خلاله، وهتلاقي فيديوهات كتير على اليوتيوب بتعلمك ازاي تستخدمه، تكتب ايه في البيانات، صورة البروفايل تكون قد ايه، النتيجة بتظهر امتى. ايه هي مميزات الهجرة لامريكا؟ أول حاجة هي فرص الشغل، مفيش حد قاعد من غير شغل عشان اقتصادها كبير ومتنوع. الشغل موجود في كل المجالات. متوسط المرتبات عالي، أيا كان انت بتشتغل ايه مرتبك هيخليك تعيش حياة جميلة وتقدر تتطور في شغلك بسرعة. التعليم طبعا مفيش كلام، فيها أكبر جامعات وأحسن جامعات في العالم، زي جامعة كولومبيا في نيويورك، جامعة هارفارد، جامعة بن. حقوق الناس وحرياتهم بتكون محمية بموجب القانون. في برامج وخدمات للمهاجرين، سواء في الصحة أو الإسكان والتعليم والنقل والترفيه، بتكون مدعومة من الحكومة. ولو بتحب الترفيه، أمريكا مليانة وسائل ترفيه، خصوصا في نيويورك، مسارح، سينمات، كافيهات، مطاعم، مكتبات، جناين. باختصار مش هتبقى عايز تروح بيتك لأنك مش هتزهق. الطرق في أمريكا متخططة كويس جدا، علشان كده تلاقي الحوادث فيها قليلة. الحوادث اللي بتحصل ممكن تكون من حد مثلا كان سايق وهو عيان، كان شارب خمر أو شارب مخدرات. احنا بكده اتكلمنا عن المميزات. ايه هي عيوب الهجرة لأمريكا؟ الأكل الغير صحي، الناس بتشتغل كتير فبتبقى عايزة توفر وقتها بأكبر شكل ممكن، فدايما بيعتمدوا على الأكل الغير صحي، والشركات بتعمل دعاية للكلام ده، فعلشان كده بتلاقي نسبة السمنة عالية، وبتبقى منتشرة أمراض زي الضغط والسكر. يا دوبك بيجيب الأكل ويحطه في الميكرويف 5 6 دقايق، يجهزه وياكل. تكاليف الحياة غالية، أمريكا معروفة بأن الحياة فيها غالية، سواء في الإيجارات، سواء في الخدمات، خصوصا الخدمات الطبية، المستشفيات، الأدوية. كمية البيزنس اللي موجود في الأدوية غير طبيعية، وأي حد سافر أمريكا هيبقى عارف الكلام ده كويس، إن الخدمات الطبية والأدوية بتكون سعرها غالي جدا. الوحدة، يعني من كتر الناس ما هي مطحونة في شغلها، هتحس بالوحدة، هتحس إنك لوحدك. ساعات الشغل الطويلة، الناس بتشتغل 13 ساعة، 14 ساعة و15 ساعة، وممكن تشتغل شغلة واتنين وتلاتة علشان تجيب فلوس وتدفع فواتيرها، وعلشان يدفعوا تأمين العربيات اللي عليهم. باختصار علشان عندهم مسؤوليات كتير. صعب انك تندمج في الثقافة الأمريكية، خصوصا لو انت جاي من ثقافة تانية مختلفة عن الثقافة الأمريكية. ازاي تتعامل مع الناس، تتصل بيهم امتى، امتى تطلب منهم مساعدة. خلي بالك، في ولايات في أمريكا مش أمان، بيحصل فيها سطو مسلح وحالات ضرب نار عشوائي، فلازم تنقي ولاية تكون أمان. كل العيوب والمميزات دي ناس كتير عايشين هناك قالوا عليها. دي كانت العيوب والمميزات. فكر مع نفسك وشوف هل أمريكا مناسبة ليك ولا لأ. القرار قرارك. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.